السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كل اخواتي؟ اتمنى تكونوا بخير. قبل ما نبدا اي حاجه نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. حضرتك تفضل في راحه وفي امان، وما ننساش ندعي لاخواتنا في غزه وفي السودان، ربنا ينصرهم نصرا عزيزا ان شاء الله ويرحمهم من اللي هم فيه. اللهم بلغنا رمضان، كل سنه وانتم طيبين. لا فاقدين ولا مفقودين بامر الله. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل عشوه خفيفه او غدوه خفيفه، وفي نفس الوقت مش مكلفه، وبرضه هي جديده في ايه؟ ان انا هشكل فيها. انا معايا نص كيلو من الكبد والقوانص. انا خدت الكبد لوحدها والقوانص لوحدها، هقطعها حتت مش صغيره، مكعبات حلوه كده كبيره شويه، وهوريكم هنعمل ايه. وهنجيب حله طبعا نحمر فيها لسان عصفور. هنعمل طاجن لسان عصفور بالكبد والقوانص، طاجن رهيب. تعملي جنبه بقى، ممكن تعملي جنبه شويه رز. هتقولي لي ازاي لسان العصفور مع الرز؟ جربوها بس، لان هيبقى مليانه صلصه. ممكن تاكلوها بعيش مع بس محمره، بس هتعملوا طاجن كبد وقوانص بلسان عصفور رهيب. خليكم معايا واوريكم. نقطع دي الاول حاجات صغيره. انا غسلها غسله كويسه جدا ونضفتها، فهقطعها دلوقتي. هنجيب حله فاضيه الاول عشان نحمر لسان عصفور. هحط فيها حتتين سمنه بلدي، حلو قوي بالسمنه البلدي. هنخليهم يسيحوا، بعد كده نحمر فيه لسان عصفور. حطينا اول لسان العصفور، كيس من الحوا ديت، حطينا كيس اهوت. هنفضل نحمر نقلب فيه شويه بالشكل ديت. اهم حاجه تخلي ايديكي فيها كده على طول عشان ما تحرقش منك، لان هي كانت هتلسع مني اهي، عشان بصور بايد وبقلب بايد. هخلي ايديا فيها كده على طول لحد ما تاخد اللون الجولد يا بنات. وزي ما انتم شايفين كده اهو، ده اللون الدهبي اللي انا بقول لكم عليه، شايفينه؟ هو ده اللي انا عايزاه. هنشيلها من على النار خالص. هنا اهوت جبت الحله، نفس الحله صفيت منها لسان عصفور، حطيته في طبق. وهنا هو قطعنا الكبد والقوانص، حطيت الكبد لوحدها والقوانص لوحدها لقطعه بسيطه. وهنا هو نفس الحله بتاعت لسان عصفور، حطينا فيها البصلايه كده. ديت البصل اللي انا كنت عاملاها قبلها بيوم، اللي انا قلت لكم عليه. طلعت منه كيس على قد الطبخه، ما شاء الله. شايفين عاملاه ازاي اهوت. هخليها تتشوح بس بسيط قوي. هبدا احط فيها القوانص الاول قبل الكبد. حاطين اهوت القوانص فيها الاول قبل الكبد. هخليها تشوح معاها مع فلفل اسمر، مع شويه من الفلفل الاسمر. وزي ما انتم شايفين اهوت. وبعد ما شوحت الكبد والقوانص شويه مع البصله، خليتها وسعت لها كده شويه، ورحت حاطه فيها الكبده في النص عشان ما ينفعش تقلبي الكبده عشان ما تهريش. هخليها لحد ما تمسك شويه تدي لون، واروح مقلباها مع بعضها كلها اهو. بص انا شوحتها مع بعضها بعد ما عملت شويه. هحط عليها التوابل بقى، عباره عن ايه؟ بابريكا، فلفل اسمر، كزبره، ملح، مش اكتر ولا اقل. واشوحها شويه مع بعضها كده، شويه مع بعضها بالتوابل. يا جمال الروايح، اقسم بالله روايح تحفه. اهو زي ما انتم شايفينها كده عملت ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. هنحط عليها قرن فلفل حامي ورومي. عايزين تحطوا عليها فلفل الوان حطوا، بس المتاح عندي طبعا يعني اهو. هنحط عليها بقى الطماطم، وهو كده قطعتها حاجات صغيره. هنحط عليها بقى نص شفشه طماطم. دي القوطه اللي انا خزنتها معاكم امبارح اهو. زي ما انتم شايفين حطيت منها كيس، قلت لكم على قد الطبخه. هخليها تدي غلوه، لان دي صلصه بيور، هتدي طعم حلو جدا اهو. زي ما انتم شايفين كده غليت اهي. هحط لها حبه ميه، هسيبها بقى تتسبك خالص اهي. زي ما انتم شايفين كده هسيبها تتسبك، خالص زي ما انتم شايفينها كده مع الميه اللي انا حطيتها اهيت. هخليها تتسبك بقى، لازم تبقى سايله كده عشان لسان عصفور. هحطها فيها، وبعد كده هحطها في الطاجن واحطها في الفرن على طول. هخليها تاخد غلوه بلسان العصفور، بس بقى تغلي شويه عشان طبعا كوبايه الميه اللي احنا حطيناها. زي ما انتم شايفين اهيت بدات تبقى قليله اهي معاكم. هروح حاطه عليها على طول لسان العصفور اهيت. بقول لكم ما تنسوش اللايك بالله عليكم يا اخواتي. عايزه كل اللي بيتابعوني بالله عليكم يخش يعملي لايك. يا رب بحاجه النبي، كل اللي هتعملي لايك او تعملي متابعه ربنا يكتب لها ان شاء الله عمره، وتشوفي الرسول في المنام بامر الله. بالله عليكم انا بفرح جدا بتعليقاتكم الجميله وبلايكاتكم، ودايما بالله عليكم تصلوا على الرسول في التعليقات. عايزه اخواتي يصلوا على الرسول في التعليقات، كل من يحب سيدنا محمد عليه افضل السلام. بالله عليكم عشان يشوفوا في المنام ان شاء الله بامر الله
يصلي على الرسول في التعليقات وما يبخلش عليا بتعليقه او متابعته. هو زي ما انتم شايفينها كده هخليها تاخد غلوه واحده بس، وبعد كده اروح حاطاها في الطاجن وهحطها في الفرن على طول. جامده متنسوش تعليقكم بالله عليكم. اللهم بارك اللهم بارك ما شاء الله. اهوت حطينا واحده مرق دجاج زي ما انتم شايفينها كده. جولي بتقول لكم ما تنسوش اللايك. بتقولي يا جولي؟ جامده الف انا وشفا يا قلبي. ممكن تاكلوها بالعيش بقى مع بطاطس محمره وبتنجان مخلل، ده اللي هعمله بصراحه النهارده. وممكن تعملي جنبها شويه رز، بس يا ولادي بيحبوها بالعيش اكتر. اهو جبت الطاجن اهوت حطيته فيها بالشكل ديت وقلبتها كويس جدا اهوت شايفينها. وهحط عليها قرن فلفل زي كده على الوش، واروح حطها في الفرن بقى على درجه حراره 200 على اعلى حاجه عندك 200 220، وسيبها لحد ما تحسي ان هي دخلت على سوا. دوقيها وهتشوفيها وتدي وشها تبقى طعمها حلو جدا جدا. جربوها واقسم بالله ما هتسلوها. طاجن لسان عصفور بالكبد والقوانص رهيب 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 اهوت زي ما انتم شايفين كده. حطيت لازم تعمليها، نسيت اقول لكم ان انتوا تغطوها بفويل عشان ما تتحرقش منكم. انا يا دوبك عايزاها تستوي وفي نفس الوقت تاخد طعم الفرن في الفرن، هتبقى طعمها حلو جدا. طعم الطاجن وهي في الفرن، بس لازم تغلفوها كويس جدا عشان تستوي وفي نفس الوقت ما تتحرقش. بقى نبص على الطاجن لسان عصفور بالكبد والقوانص. شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك ختمت ازاي. هنشيل بقى الفويل من عليها عشان تاخد وش بسيط جدا. شايفين عامل ازاي خاتم ازاي ما شاء الله اللهم بارك. شايفين والله شويه طاجن لسان عصفور رهيب، بتاكل كده لوحده اساسا من غير اي حاجه. هخليه ياخد وش واطفي عليه على كده. وبكده تبقى لسه مطلعين الطاجن من الفرن بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين اخد الوش حلو جدا. شايفين والله العظيم ما قادره اوصف لكم طعمه ايه حكايه. شايفين اساسا عامل ازاي اهوت. حكايه حكايه حكايه. جربوها هتعجبكم جدا 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 وهتعجب الولاد جدا، وهي حاجه جديده في نفس الوقت. شايفين الاسنان عامله ازاي. والله انا اولادي عمالين يقولوا لي يا ماما طعمها حلو جدا بالكبد والقوانص طعمها حكايه. بصوا شايفين الكبد والقوانص فيها هي والا بقى لو في حته عيش. لو تعملي بقى لقمه زي دي كده من عيش بلدي ارفع ايدك عليه كده اهوت، مع حتى بقى كبده كده اهوت، مع البطاطس من هنا بقى بطاطستين كده عليها، وحته بتنجان بقى من الطبق الجنان ده اللي هو اصلا في معدتي مش في قلبي، او قصدي في قلبي مش في معدتي. جميل جدا جربوه اقسم بالله روعه. سندوتش يخش القلب والمعده ويخش كل حاجه. حكايه حكايه حكايه. جربوها هتعجبكم جدا جدا، وممكن تاكلوها كده للاولاد ياكلوها كده حلوه جدا برضو هتعجب الولاد جدا جدا. جربوها والله هتعجبكم قوي. احلى طاجن كبد وقوانص باللسان عصفور هيعجبكم جدا وهيعجب الولاد، وسبايسي بقى وحاجه واو يعني تجنن. جرب كده يا يوسف قولي رايك. ايه رايك يا يوسف؟ تسلم ايدك والله جامده. بقول لك جميل جدا. جربوه الاولاد حلو جدا جدا بالكبد والقوانص. شايفين الكبد والقوانص. ايه رايك يا جوجي؟ حلو يا جوجي. والله عجب الولاد جدا. جربوه وهيعجبكم، وهو مختلف في الاكل برضه. تنوعات الف روح تنوعات. انت لو عايزه تخليها الصلصه عن كده ما تحطوهاش في الفرن، او لما تشيلها من عليها الفويل دي كفايه ما تديهاش وش. لكن انا حبيت اعملها عشان اولادي. الجوليه قلت لكم حطوا لايك عشان احنا اولادي بيحبوها بالعيش وياكلوها بالبطاطس وبتنجان كده. ممكن تعملها بقى جنبها شويه رز وتخليها الصلصه بتاعتها تبقى سايله، هتبقى حلوه جدا جدا برضو. جربوها تعجبكم جدا جدا. وهتبقى هي دي النهارده وصفتنا. اتمنى تكون عجبت حضراتكم. دمتم بخير يا كل حبايبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.